في فيديو النهاردة هنعمل أكلة كلنا بنموت فيها وبنعشقها. هنعمل مع بعض صينية المكرونة البشاميل بطريقة بسيطة خالص وسهلة، وهنتعلم ازاي نطلع البشاميل مظبوط وبتكات بسيطة هيطلع من غير تكتلات والقوام كريمي وجوسي وتحفة. بس يا ريت قبل ما نشوف الفيديو بتمنى ان انتوا تدعموني اكتر من كده، علشان عمري ما هكبر غير بدعمكم ليا. يلا مع بعض نحضر وصفة النهاردة. اول حاجة هبتدي بتعصيج اللحمة المفرومة. انا عارفة ان كلنا بنعرف نعصج اللحمة المفرومة. اول حاجة هجيب طاسة على النار، هحط فيها شوية زيت وعليهم مكعب زبدة، بصلاية متوسطة متقطعة ناعم خالص، واحط عليها رشة ملح، ودي بتخلي البصلاية تدبل. بعد كده هكون محضرة 400 جرام لحمة مفرومة، والتوابل ملح فلفل بابريكا بهارات لحمة ورشة قرفة وجنزبيل. والقرفة بصراحة في العصاق بتنقل العصاق في حتة تانية. هكون محضرة طماطميتين مبشورين ناعم متوسطين، مش عايزينهم مضروبين في الخلاط، مبشورين. هبتدي اشوح اللحمة المفرومة واسيبها شوية على النار مش كتير، وهظبط الملح. وهي مش بتقعد كتير على النار، عايزينها تبقى جوسي كده وما تنشفش. هنخش على تاني مرحلة وهي تحضير البشاميل. في حلة على النار هحط معلقة صغيرة زيت ذرة، وعليها 5 معالق كبار زبدة، و4 معالق كبار هرميين مش ممسوحين دقيق، هرميين يا جماعة يعني مليانين. هنبتدي بقى نشوح الزبدة مع الدقيق. احنا عايزين هنا المادة الدهنية تبقى أزيد شوية من الدقيق، علشان يبقى القوام كريمي زي ما احنا شايفين كده. ودي التكاية اللي بتخلي البشاميل يطلع معانا انسيابي وكريمي، مش عايزينه يبقى متكتل كده واحنا بنشوحه. زي ما انتوا شايفين القوام ده. بعد ما نشوحه حوالي دقيقتين هنطفي عليه ونسيبه يبرد تماما. ودي اهم خطوة في نجاح البشاميل. دي بتخلي البشاميل ما يشربش كل كمية الحليب اللي هننزل بيها، وبتخلي القوام يطلع معانا مظبوط جدا. بعد ما الخليط ده هيبرد هكون محضرة جنبي 5 كوبايات حليب دافيين، هنزل بيهم على خليط الدقيق والزبدة، وهقلبهم كويس جدا على البارد. وهضيف بقى الملح والفلفل وجوز الطيب، وهحط معلقتين كبار قشطة، ودول بيخلوا البشاميل تحفة. واللي بيحب بقى يزود موتزاريلا يضيف، اللي بيحب يزود جبنة كريمي يضيف. بس بجد القشطة بتخلي البشاميل رائع، مش محتاج أي حاجة أو أي إضافات تانية. هنبتدي نقلب كل ده على البارد. بعد كده هنرفعه على النار بتقليب مستمر جدا لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده، المتوسط كده. مش عايزينه يبقى تقيل، عايزينه يبقى خفيف شوية أو متوسط شوية، مش تقيل قوي. هنا أنا بختبره زي ما احنا شايفين. باعمل بالخط كده بإيدي على الكبشة من ورا، البشاميل ما ضمش على بعضه، يبقى كده القوام ممتاز. هاطفي عليه النار وابتدي في مرحلة سلق المكرونة. حلة على النار فيها مية بتغلي، عليها معلقة كبيرة ملح. هضيف كيس مكرونة اللي هو 400 جرام. هنسيبها حوالي 8 دقايق على النار لغاية ما تستوي، مش عايزينها تعجن. 8 دقايق بس يا جماعة ونطفي عليها. بعد كده هحط عليها حوالي كبشتين كبار أو 3 كبشات كبار بشاميل، وهنقلبها كويس. عايزينها تبقى جوسي كده وشاربة من البشاميل كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. المنظر ده لوحده كفاية بصراحة، عشق كده. بعد كده هجيب الصينية اللي هحط فيها المكرونة، هحط برضو فيها شوية بشاميل كده محترمين علشان المكرونة تبقى جوسي كده وطرية. هنزل بنص كمية المكرونة اللي انا خلطتها مع البشاميل. هحط كمية اللحمة المفرومة اللي انا عصقتها كلها، هوزعها كده بالتساوي زي ما احنا شايفين. هحط بقى باقي كمية المكرونة، النص التاني من المكرونة، ونضغط عليه كويس كده علشان قطعة المكرونة لما تبرد. في ناس بتحبها متماسكة، ولو ضغطنا عليها كده هتطلع متماسكة والقطعة بقطعتها. نحط كل كمية البشاميل الباقية ونغطي صينية المكرونة كويس جدا. عايزينها متغطية كده يا جماعة بالبشاميل زي ما احنا شايفين بالظبط، هو ده اللي بيخليها جوسي وطرية وما تبقاش ناشفة. بعد كده بقى أهم تركاية نوزع قطع قشطة كده على الوش، بتدي طعم تحفة غرام. اللي بيحب بقى يحط موتزاريلا يحط، بس بصراحة القشطة رهيبة يا جماعة. هتخش فرن ساخن على درجة حرارة 200، هتخش حوالي ربع ساعة. بعد الربع ساعة هنطفي الفرن ونشغل عليها الشواية لو ما أخدتش لون من فوق، وبس كده. هنا بقى هبتدي اقطعها، كانت لسه خارجة من الفرن، بصوا دايبة خالص ازاي.
اللي بيحبها بقى متماسكة شوية بيستنى عليها لما تبرد كده حوالي ربع ساعة ولا حاجة ويبتدي يقدمها. انا حبيت اوريها لكم بالشكلين يعني، وهي لسه طالعة كريمية ازاي ودايبة. وهنا المكرونة بعد ما بردت شوية، بصوا قوامها كريمي برضه ودايب بس متماسكة. اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي، بجد رهيبة وهتعجبكم جدا وهتظبط معاكم بإذن الله من اول مرة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.